كشف مصدر مطلع أن الصوت القوي الذي سمع الجمعة في مختلف مناطق مدينة الداخلة وضواحيها ناتج عن انفجارات وقعت بمنطقة العركوب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية جرت تحت إشراف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبحضور قوات المينوسو، وذلك في إطار عملية التخلص من بقايا مخلفات حرب السبعينات والمواد المتفجرة الخطيرة. وكانت ساكنة الداخلة قد عاشت الجمعة حالة من الذعر بعد سماع أصوات انفجارات ضخمة. تبين لاحقا أنها عمليات مسيطر عليها ولم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، وبأنها عملية تحت إشراف القوات المسلحة الملكية.